جلسة فنية كل يوم الجمعة في 9 ديال الليل، والإعادة يوم السبت ابتداء من 2 النهار. الخير عليكم مستمعينا الكرام، مرحبا والف مرحبا في لقائكم الفني الاسبوعي على ميد راديو، جلسه فنيه. نذكر انه هذا موعد فني على ميد راديو كل اسبوع، كل يوم الجمعه، دائما من 9 الليل حتى 10 الليل، والاعاده يوم السبت ابتداء من 2 د النهار. اليوم مستمعينا الكرام سعيد بالاستضافه واحد جوج الاصوات الشابه. نمشيو بالقاعده اللي فام دابور، وغنبداو بضيفه مستمعينا الكرام جاتنا مدينه المحمديه، مواليد المحمديه، المواهب او الموهبه ديالها بانت من الصغور، تألقت في الاداء مجموعه من الاغاني، عمالقه الطرب وكذلك الراي، الاغنيه الشرقيه، صوتها مطوع تبارك الله، نقدر نقول لكم صوتها مزيون بزاف، عنده واحد البحه ديالو خاصه خلاها تكون متألقة في أداء مجموعة من الأغاني. كان عندها مشاركة في واحد البرنامج نجوم ونجوم، كانت فرصة للظهور، من بعد غبرت واحد الغبرة، ربما الأسباب ديالها تبقى الدراسة وأسباب عائلية، نعرفوا مجموعة من الأمور كلها عندها علاقة بالمسار الفني ديالها، ومن بعد الغياب والعودة علاش رجعت، شنو جابت، هادشي كامل غنعرفوه مستمعينا الكرام. عطاتنا مجموعة من الأغاني منها طلوع الشمس، أغنية ندير كامور، نعيشوا الحياة، الميمة، ومجموعة من الأغاني عودتها بصوتها. ما نساوش كذلك مشاركات عندها في مجموعة من البرامج. ما غنطولش عليكم، واللي نطولوا نقصروا، واللي نقصروه نطولوه مستمعينا الكرام. وضيفتنا جوليا. جوليا مساء النور. مساء الخير خويا هشام، كيف انتينا؟ صافا مزيانه شي مضخمه. مرحبا بك اختي، شرفتينا هذا النهار. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يكبر بك. انا جيت سعيده بالحضور ديالي معك في البرنامج ديالك اللي هو كنسمع له دائما، واللي كتصادف فيه فنانه وكتعطيهم يعني وقت وانهم حتى يقولوا داكشي اللي ما كيقدروش يقولوه ربما في برامج اخرى. مرحبا، كذا يكون عندنا فرصه نتعرفوا على جوليا، المسار ديالها، شنو كتعمل، شنو كتغني، شنو الستيل ديالها، علاش غبرت، كل هادشي غنعرفوا في هذه الحلقه على مدار ساعه من الزمن. رفقه ضيف اخر مستمعينا الكرام، ولد الدار البيضاء، فنان كيجمع بين التمثيل وبين الغناء، حضور في التمثيل شفناه في مسلسل ولادي وبرنامج ملحنينا ان شاء الله قريبا نشوفوا عنده واحد الاطلاله. ما نساوش كذلك اعمال اخرى، كان واحد الشاب طموح صراحه من خلال الحديث ديالي معه في الكواليس، يعني طموح، باغي يعمل شي حاجه، باغي يوصل بين التمثيل والغناء كيف لا. هو درس شويه في المعهد البلدي في مدينه الدار البيضاء، احنا عارفين هذا المعهد ربما كيعلم ابجديات التمثيل والموسيقى كذلك. باقي في واحد المرحله كيقلب على راسو، ربما شغلته الدراسه، قرا تبارك الله التجاره وكذلك الصحافه، قريبا يلتحق بالمجال ديالنا ويكون زميل في الحرفه ان شاء الله بحول الله. حاول وعطى واحد الاغنيه، انفتح على اللهجه المصريه من خلال اغنيه طمن قلبي، هيدا كيقولوا المصريين، ولا طمن قلبي القاف قاف والاف اف على العموم، وقلبي هي كتكون جينا من دكاله، كنكونوا واضحين في مسائل القلب ياك. عمل واحد الاغنيه مغربيه كذلك سماها لعبه العشره، غنعرفوا شكون لعبت على العشره اليوم مستمعينا الكرام. تحيه ليلو مستمعينا الكرام. اليوم نقربكم من تجربه فنان شاب اسمه رضوان بوعلام. ما يقمقموا يقمقموا يجمجموا ياك.
مستمعينا الكرام كنرحب برضوان بوعلام. رضوان مساء النور اخاي. مساء النور عزيزي هشام، ولي شرف انني كنتواجد معكم اليوم في البرنامج ديالك. تحيه خاصه لجميع الطاقم ديال ميد راديو والمستمعين ديالنا الكرام فين ما كانوا في المغرب وخارج ارض الوطن اكيد. مرحبا بك اخي رضوان. اليوم نتقربوا من التجربه ديالك ان شاء الله. نبداو بجوليا. جوليا كيف ما قلنا في البدايه ربما انتينا مدينه ماشي اللي اكيد انتينا بنت المحمديه، تزاديتي في المحمديه. فين بالضبط؟ شنو نحاول في المحمديه؟ الناس عندنا في المحمديه كيسمعونا. درب الشباب. درب الشباب وما أدراك ما درب الشباب. اييه انتينا بنت درب الشباب وصافي. انا بنت درب الشباب. تحيه درب الشباب اللي عطاتنا جوليا. قريتي الابتدائي ديالك فين؟ مدرسة الخنساء. المدرسة اللي كان كيقري فيها نيت الوالد ديالي. انت الوالد ديالك كيشتغل في التعليم؟ في التعليم كان أستاذ اللغة العربية. كان باقي كيقري ولا؟ لا التقاعد. التقاعد. الله يجعل البركة. مول المليح باع وراح ومشى لدارو يستراح. صافي. اها في اعدادية ابتدائي في الخنساء. ابتدائي في الخنساء. اعدادي فين؟ اعدادي في اعدادية العقيد العلام. العقيد العلام. والثانوية بديت في ثانوية عبد الكريم الخطابي وكملت في ثانوية العالية. اييه خديتي البكالوريا ديالك؟ اييه. من بعد شنو عملتي من بعد البكالوريا؟ درت لافاك. وابخي تماك فين نعود رجعت المجال ديال المجال الفني. نعم. قبل من ذلك، قبل ما رجعتي بعد باش نسبقوا، فين بانت الموهبه ديالك؟ في الدار، في دار الشباب، في المدرسة، في المخيمات، فين؟ في المدرسه. في المدرسه يعني فاش كان الوالد ديالي كيدير الانشطه المدرسيه. كان كيعطي بنته تغني. يعني من بعد ما اكتشفوا بان عندي صوت كانوا الاساتذه اللي معاه كيقولوا له راه البنت عندك عندها صوت جميل، علاش ما تشاركش معنا؟ يعني ولو انني كنت في سن صغيره على هذيك يعني السن اللي كيشاركوا فيها التلاميذ في ذاك الوقت. كانوا كيدوزوني نشارك ولو انني صغيره. نعم. وانت كتغني؟ غنيتي في الانشطه؟ وي غنيت. التلاميذ كيقولوا هذا تغني وبنت الاستاذ ديالنا وهذه. كنت معروفه. معروفه صحيح. نعم. الانشطه دعيت العرش بالتاكيد. طبعا. حفلات اي حفلات الوطنيه والمدرسيه، اي حفله راه كاينه انا. هي صحيح. من بعد اول حضور احترافي ديالك فوقاش نعتبروه اول مره؟ هو برنامج نجوم ونجوم. برنامج نجوم ونجوم. شاركت في برنامج نجوم ونجوم مع فوقاش كان شنو السنه هذيك؟ 2003. 2003 الى حسبناها عطينا دابا 14 سنه. اذا بديتي صغيره. شحال كان في عمرك منين شاركتي في نجوم ونجوم؟ 17 سنه. 17 سنه تبارك الله. شنو غنيتي في نجوم ونجوم؟ غنيت نجوى كرم. و احتليت المرتبه الاولى. والحمد لله كنت جد سعيده بهذيك يعني المشاركه ديالي وبداك الفوز، لانه كان من البرامج اللي نقولوا فيهم مصداقيه، نقولوا يعني كانوا فيها فنانه ما في لجنه التحكيم كانوا يعني فنانه كبار مجموعه من الاسماء تخرجت من نجوم ونجوم. فوالا. وهذيك هي كانت اول زعما مشاركه احترافيه ليا وكانت الانطلاقه ديالي. شنو كان الشعور الوالدين ديالك هما كيشوفوك في التلفزيون في البرنامج؟ طبعا فرحه كبيره بزاف، ولانهم هما اللي كانوا من الاوائل اللي كيشجعوني باش انني نشارك في يعني برامج، لانهم كانوا نقولوا واثقين من القدرات الصوتيه. اما كانوا دائما كيدفعوني انني نشارك. بتشجيعاتهم انا باش مشيت. شاركت والحمد لله توفقت. والجيران ديالك في درب الشباب شنو قالوا يماك وبنتهم كتبان في التلفزيون؟ ايوا كلهم يعني كاين اللي عاد اكتشفوا بان زعما راه انني يعني لدرجه انني نقدر يعني نغني امام التلفازه وامام الكاميرا وهذا. يعني كلهم كانوا فرحانين، كلهم كانوا كيهنئوني، كيهنئوا الوالده. فكانت تجربه زوينه الحمد لله. بالتاكيد نهضروا على مجموعه من الامور الاخرى. رضوان اخاي انت ولد الدار البيضاء. نعم. كيف ما قلنا فين زاديتي في الدار البيضاء؟ قول لي اخاي. درب عمر. انا ولد درب عمر اخاي، قريب مني الزرقطوني ماشي بعيد بزاف. اخاي زدتي في الاجواء، زدت وسط الرواج وسط التجاره وسط البيع والشراء والحيحه وكل شيء. هذا اللي خلاك درست التجاره؟ يمكن هذا عامل من العوامل اللي خلاني أن أتجه للتجاره، لان يعني كيعجبني كل ما هو يعني تواصلي بين الناس، يعني يكون اخذ وعطاء. نعم صحيح. وهذه تخلق لك التجاره بالتاكيد، حتى الفن يخلق لك. بطبيعه الحال صحيح. الابتدائي فين قريتي؟ بشعيب الدكالي. هذه مدرسه. الاعدادي مدرسه ابتدائيه بشعيب الدكالي، اعداديه في مولاي سليمان العلوي.
والثانويه في الخنساء. نعم في الخنسة، هي قرات الابتدائي في الخنسة وانا قريت ثانوي في الخنساء. الخنساء في كازا. نعم كازا قريب علينا نيت. غير هنايا غير هنايا بالضبط. خديتي البكالوريا ديالك؟ لا ما خديتهاش بسبب الرياضيات. الله ياخذ الحق في اللي دار الرياضيات في النظام التعليمي. انا كنضم صوتي لصوتك. الله ياخذ فيه الحق. سبحان الله. انا هذا اللي اخترع الرياضيات والله العظيم. والله العظيم هذاك ارخيميديس بان نشوف واش القيمه المطلقه نفعك في شي واحد. والله بصح انا والله العظيم انا كنت مشغل. فعلا هذا هو الحاجز الوحيد اللي كان عندي. 0.5 كذلك وكنت سعيد فهمتي. انا فرحان. شحال من الناس كانوا كيفهموا في الماط وفهمتي. لا فعلا هذا هو الحاجز اللي كان عندي، هذا هو العائق اللي كان عندي انا في القرايه ديالي كامله. هو الماط. الشعبه العلميه كنتي؟ كنت ايكونومي. والماط كان الله يا الماط. الماط يا الماط. الماط يا الماط. وإلا لاحظتي يعني واخا ديك الماط يعني كنقراوها وهذا وتقدر تسقطك. ولكن المشكل هو ملي كتبغي تخدم او لا الوقت اللي كتبغي دير واحد الحاجه في حياتك اللي غادي تمشي معك كامله ما كتحتاجش بطبيعه الحال. علاش صحيح. وهذا السؤال كان دائما عندي انا. الماط في ممكن ينفعني حتى انا فعلا يعني تيكون عائق بزاف ديال الناس اللي كنتخلقوا من الناس العشاق الماط، ولكن لا تحياتنا لهم اكيد. لكل راس طناطينه والله لا. من بعد درت تجاره في سونتر معهد بريفي. هذه فلوس خلصتي ولا لا؟ في لوف بي بي تي في المعهد التكويني ديالي. من بعد درت الصحافه في ايكول بريفي في مدرسه. نعم هنايا في درب عمر في الجيش الملكي. في الجيش الملكي. نعم. شنو يخليك تعمل هذا التنويع هذايا بين التجاره وبين الصحافه؟ وانت دابا دخلتي للمعهد البلدي باش تتعلم الموسيقى والمسرح كذلك، التمثيل، الموسيقى، التجاره. روينه. شنو القواسم المشتركه وفين باغي تمشي؟ انا في حياتي العادي يعني في حياتي الشخصيه كنبغي التنوع، ما تنحلش النمطيه، ما تعجبنيش انني نبقى يعني غادي في واحد الروتين يومي مثلا حياتي كامله. تنبغي ننوع وكنبغي نخوض تجارب في اي حاجه. نجحت فيها هو هذاك، ما نجحتش فيها المهم راني خديت التجربه وكما تيقولوا حيدت الشوق اللي عندي في الداخل ديالي. ممكن، ولكن شنو اللي ممكن تاكل بها الطرف الخبز انت كتشوف هذه اللي غنعيش بها؟ هو الصراحه انا هاد واحد اللحظه غطرح هذا السؤال، انا غتقول انا ماشي في هذا الشيء والمستقبل والفلوس والشهريه ولا فين غنمشي؟ فعلا هو انا في هذه الناحيه دي انا كنركز على التجاره اكثر. كنركز على شي حاجات خدمه تكون قاره يكون فيها واحد الدخل شهري مثلا باش نضمن مستقبلي، لان هذا امر واقعي. الواحد محتاج انه يبني عائله، محتاج انه يكون مستقبله. نعم هذا الشيء اللي كاين. اما بالنسبه للفن او حتى الصحافه صراحه ما معتمدش عليها 100% لان كتبغي يعني دراسات كثيره وكتبغي بزاف ديال الحوايج. والفن راه كيبقى يعني التفرغ بالاساس، والتفرغ اكيد. والفن راه كيبقى فن يعني وقت ما جا مرحبا، ما جاش غير هو ما نعولش عليه خصوصا في المغرب، وهذا اللي كيعرفوه جميع الناس يعني. ما نكذبوش على راسنا، ما نقدروش ان نعولوا على الفن خصوصا في المغرب هنا. ما نعم كاين اللي عايش بالفن، راه كاين كتبقى مساله حظ. نعم وكتبقى مساله حظ، حتى مساله اختيار ومساله تدبير. شحال من واحد خدم في الفن جوج مع بعضياتهم، جوج بهم مشهورين، واحد عمل الفلوس وواحد ما عملش الفلوس. واحد لو مالي، وواحد قادر يسير الفلوس اللي كيدخلهم ويقدر يعمل واحد مشاريع موازيه ويعيش في حاجه. المعلمين جوج بهم كيقراو فينا من الدراسه، واحد كيوفر الشهر اللي يقدر يستثمر ويعمل شي حاجه اخرى، وواحد اللي يقدر في 20 في الشهر كيبقى زغاليلو يما دور هنايا ودور هنايا ما كاين والو. نعم هي مساله تدبير. التمثيل شحال قريتي في المعهد البلدي؟ ما كملتش، قريت العام الاول وما كملتش بحكم الدراسه ديالي، ما كانش عندي الوقت باش انني نقرا هنا وهنا. درت الموشحات لمده 2 وحتى هي ما كملتش بسبب الدراسه ديالي. ودابا ان شاء الله كنفكر انني العام الجاي ان شاء الله نرجع نلتحق بالمعهد باش نكمل. مهمه الدراسه الاكاديميه لجوليا على مستوى الفن عموما، مهم تكون قاري ولا مهم يكون عندك الزهر؟ هو ضروري تكون قاري واحد شويه، يعني تكون عندك واحد الفكره اساسيه. الموسيقى، الانماط الموسيقيه بيان سور، لي نوت والمقامات. انت قريتي هادشي ولا والو مره؟ بيان سور. واخا دخلتي شي معهد؟ كنت في معهد سيدي بليوت. نعم سيدي بليوت. قريت السولفاج وقريت الاله ملي كنت يعني باقا في الدراسه ديالي. ابخي المهم عندي فكره، عندي تجربه، ولكن هذا كاين
فما كرهتش انا اصلا نزيد نتعمق في الدراسه لانها جد مفيده للفنان انه صحيح. يعرف طبعا تعاول الموهبه مطلوبه طبعا اكيد ولكن ضروري الدراسه. اكيد ضروري. نعم صحيح ضروري مكمله مهمة. هي بالاساس والله ما فوالا. ضروريه زعما ماشي ضروري تكون اكاديمي باش تكون فنان لا. بطبيعه الحال 90% من الفنانين د العالم الواعرين لم طبعاً اللي يكونوا ما يعرفش. اكاديميين لم يكونوا لا ماشي أكاديميين. يعني بالضروره يكمل انا كنقول لك يعني يعني على الاقل يكون عنده داك لا باز يعني الاساس يعني عارف. هي كمكملات. مقامات الدراسه كتبقى كشيء مكمل وصافي يعني. صحيح اما الموهبه هي كل شيء. الموهبه لا، اولا الموهبة كاينة. الحظ ثانيا والدراسه ثالثا بطبيعه تتفقوا الحال مع الترتيب ولا والو؟ متفقين. انا متفق معك. نعم ما تقلبش شي حاجه فادي لا. خليهم هيدا خليهم موهبه مهمه خصو يكون في يدك الموهبه هو كل شيء. الحظ من عند الزهر. الله. والدراسه انا كان الحظ كنخليه هو الاخر الحظ ولا هو خير الاخر شحال من واحد أنا شكون عندي ما الموهبة. ما عنده لا موهبه وعنده الحظ هو وما عنده الاول. لا اكاديميه وعنده الحظ وهذاك وحاضر في الجمال من الساعة. الفوق وقف وطلع من تحت ما ضعفوش ولكن كاين اللي عنده الموهبه ودارس وكل شيء ولكن ما عندوش الحظ. صحيح ايوا اذا فوالا. الحظ هو المساله هو مهمه مهم هنايا بزاف. هذا الشيء الميدان ديالنا الزهار يا صديقي بطبيعه الحال بالاساس كنقول لك عن تجربه ماشي يعني فعلا. ايوا شحال من واحد كنعرفوه ممثل كان ضعيف وبالزهار هو والله ما تحيدو من التلفزيون فعلا وشحال من واحد صح. ممثل واعر ما عندوش ما الزهر عندوش الزهر. عمل واحد العمل وسد عليه كاين واحد الجانب اخي هشام هو انه كاين يعني نهضر بصراحه هو انه كاين يعني المعارف في هذا الميدان. باك صاحبي راه كاين هذا ولد صاحبي غادي نجيبو يخدم في هذا الدور هذا ديال شي شاب صغير. هذه بنت صاحبتي غادي نجيبها كذا. هذا ولد جيراننا هذا هذا كيجلس معايا في القهوه هذاك الشيء. كيخلص عليا كاين طاقات كثيره بزاف اللي باقا غير واخا غير يد المساعده واخا غير مره واحده غير فتح ليه باب وخليه ممكن انه هو يكمل. ممكن يقدم يد المساعده الفنان باقي في البدايه ديالو جوليا الاعلام ولا الناس الدومين ولا في اي في مجال التمثيل وفي مجال الغناء. الاعلام نعم الاعلام والبرامج يعني التلفزيونيه او البرامج مثلا هذا اول ما ممكن يساعد طبعا يعني اول خطوه خاصها تجي من الفنان انه مثلا يبان غير يعني يا اما يشارك في برنامج يعني مسابقات ولا صحيح او لا يدير سينجل ويعرض العمل ديالو. المشكل الى لقى يعني باب مفتوح من الاعلاميين او من البرامج ديالنا حنايا يعني البرامج المغربيه فتقدر تساعدهم لان غادي يعاونوه باش يوصل للجمهور المغربي انه يشوفوا يعرفوا. سينو ما غيعرفوا حتى واحد واخا يمشي لهاد الحفله ولا يمشي هذا ما غادي يشوفوا غير دوك الناس محدودين. بالفعل الاعلام كيلعب دور ولكن الشهره الواحد ولكن حنا عندنا مشكل في هذا لان كما كنشوفوا تقدر تشوف واحد الوجه كما قلت انت في التمثيل نقدروا نشوفوا حنايا في الغناء. كاين وجوه اللي معروفه جدا هي اللي كتشوفها دائما في الحفلات ديال راس السنه يعني في البرامج الاذاعيه ديالنا حنا يعني علاش هما نفسهم كيتعاودوا مع اننا عندنا حنايا مواهب بزاف اللي دازوا ميم في استوديو دوزام ولا دازوا في نجوم ونجوم ولا داروا عملوا يعني اعمال ولا ودازوا في يعني الا داز شي برنامج صافي كيمشي يعاود يغطس وكيجلس. نعم علاش ما نعاودوش نعم علاش زعما في البرامج هكذا الاذاعيه علاش ما نستدعيوش هاد المواهب النيت ونعاودوا فرصه نعاودوا ما فيها باس يعني تجي اسماء معروفه مع اسماء اللي نقول باش نعاونوهم. نعم صحيح. وكم من منتوجين اللي اناس واللي فنانين شباب ما نسلطاش على الادوار ربما القيمه الفنيه ديالها احسن بكثير اعمال فنيه كيقدموها وجوه معروفه جدا. نعم نمشيو للاغنيه الاوليه ديالك. شنو كانت اول اغنيه؟ طلوع الصبح. نعم طلوع الصبح. نعم هذه الحان مازن الايوبي اللي كنوجه ليه التحيه. نعم فين تلاقيتي مازن؟ هنا في كازا. وكان لقاء ديالنا من اجل العمل وكان تشجيع كبير عاوتاني من طرف الاعلامي الكبير ديالنا اللي كنعزو بزاف الاستاذ عتيق بن جيده. طبعا كان تشجيع ديالو بزاف انني ندير سينجل ونتعامل مع ملحن يعني بهذا القدر اللي هو مازن الايوبي. كنت حضرتي مع السي عتيق بن جيده شي احدى حلقات مسار ياك؟ حضرت جوج مرات يعني السنه يعني السنه من بعد سنه متتاليين والحمد لله يعني لما تلاقينا يعني من اللقاء الاول فهمني فهم الصوت ديالي زعما في لين كيميل اش من لون والحمد لله وجد لي هذا طلوع الصبح اللي جات على صوتي يعني كما
كيف ما داكشي اللي بغيت انايا. انا اول اغنيه كتكون يعني كانت باللهجه المشرقيه، باللهجه المشرقيه، ولكن في المقطع الثاني اللي راح حتى حنايا يعني عن قصد درناها باللهجه المغربيه. غنسمعوها يلا على بركه الله. يلا سلم عليه خرقب عليه طلوع الشمس وطلوع الشمس. مستمعينا الكرام، صوت جوليا اللي مشرفانا اليوم في جلسه فنيه ما نساوش معنا رضوان بوعلام. خليكم معنا. Lord.
طلوع الصبح مستمعينا الكرام، طلوع الصبح. هذه أغنية الفنانة شابة اسمها جوليا اللي مشرفانا اليوم في جلسة فنية. أغنية في توجه نجوى كرام ديانا حداد. علاش التوجه؟ ما نقولكش علاش، هو حقك زعما ولكن واش كتجبر راسك في هذا اللون هذا، في الروح الدبكه يعني انا مادام درت التجربه هذه لان الاغلبيه اللي كيسمعوني كنغني هذا اللون هذا يلقاو عندي واحد التميز في الصوت، انه كاين واحد البحه اللي هي ميم لبنانيه باينه. هاد البحه وانت نهار وانا كنغني. تبارك الله على صوت رائع بزاف. برافو عليك. فكانت تجربه اننا نديروا فنانه مغربيه تغني دبكه لبنانيه، وإلا شفتي راه درنا مزيج يعني حتى بالكلام مغربي. فانا اللي كنقول ان كنبغي نبرهن ان عندنا طاقات تبارك الله، سيرتو حنايا المغاربه نقدروا نغنيو باي لهجه. صحيح. وتقدر ما تعرفش بانه واش مغربيه ولا لا، لان انا في هذه الاغنيه بالذات كانوا الناس ميم المغاربه كيحسب لهم انا لبنانيه. عندك اتقان لهجه تبارك الله. فهمتي؟ فحنايا من يعني المجتمع ديالنا المغربي من الناس اللي كيتقنوا اي لهجه اي لهجه العالم، ما مشين وياه يهضروا بها. من هذا اللي كيميزنا. نقولوا حق الله العظيم ماشي حق الله العظيم. زعما العظيم زعما كي هنا جاي حنا حق الله العظيم باينه. حق الله العظيم قريبه اللغه العربيه درجه ماشي درجه قريبه اللغه العربيه. هو المصري حنا راه الدارجه ديالنا العظيم ما هي القاف ما هي لا الضاد الا بغينا نقولوا. شفتيها جمله واضحه. واللهجه المغربيه ديالنا حنايا راه فيها اللغه العربيه كما هي، يعني كما مثلا بدلوا والو هذيك يا جمالك ماشي يا جمالك. جميله وكسرونه وطنجره. نعم صحيح. شنو يخليك انت انك تغني طمن قلبي بالمصريه؟ شوف خويا هشام، هو بالنسبه للفن ما عندوش وطن معين. صحيح. ما كينتميش لواحد الوطن، ما كينتميش لواحد اللهجه، وماشي ملك لاي واحد. صحيح. انا ممكن كما دارت الاخت جوليا انها غنات باللهجه اللبنانيه. حنا الشباب المغربي كنحاولوا نوصلوا للمشرق باللهجه ديالهم باش ملي يسمعوا مثلا طمن قلبي بالمصريه المصريين كنقصد مثلا يقلبوا شكون هذا. هذا رضوان بوعلا مغربي غنى بالمصريه مزيان، اجي نقلبوا شنو عندهم مازال. او لا جوليا كذلك. يعني الى هذا تفكير سليم اخي، حيت دابا اللهجه المصريه بالنسبه لي ما بقاتش لذيذه، ما بقاتش مثيره، ما بقاتش عندها القابليه الاحساس. انا كنشوف اللهجه المصريه ولا سهيله ممكن ما عرفتش، يمكن نكون على خطا. لا لا لا, لا راي يحترم اكيد، ويعني الاراء كتختلف. غير هو مصر كتبقى منبع الفن سواء السينمائي او الموسيقي او لا. عندهم عندهم السبق الله يا اخي اكيد، وعندهم وزن، عندهم كل شيء. فبالنسبه لي انا الا غنيت بالمصريه ماشي حنت يا اما ما راضيش بالمغربيه دي، او بالعكس انا بغيت ندخل بهذه اللهجه المصريه باش من بعد نقدم لهم المنتوج المغربي. علاش ما تضربش على المغرب في الاول؟ انا ماشي شغلي، ولكن خصني نقول انا مغربي. انا كاين هنا موجود. المغرب الاول انا نبداو بالمغرب وعاد نفكروا على انه شنو ممكن نعطيه. سبق ودرت اغنيه مغربيه هي لعب على 10. درت على شكل راب شويه معاصرا، يعني بطريقه عصريه ماشي بديك النمطيه اللي كنشوفوا. غنيتها باللهجه المغربيه وطمن قلبي جات فرصه انني قلت علاش لما نبدل شويه، بغيت يكون واحد الفرق بين الاولى والثانيه. وخديت التجربه وهذا ما كان. وان شاء الله في الاعمال المستقبليه الجايه ان شاء الله يكونوا اعمال مغربيه 100%. ان شاء الله. هذا داخل في اطار انه رضوان باقي كيقلب على راسو دابا. نقولوا وي مازال نقلب على راسي، وسي نورمال. اي واحد بادي راه ما يمكنش غادي نشد واحد الطريق. ماشي سهله في الاول تعمل الستيل ديالك ولا الاسلوب ديالك، ماشي سهله. كتقلب سيرتو لما كانش عندك واحد الدعم كما كنقولها وتنعاودها انني مثلا انا بوحدي فهمت، ما عنديش مثلا شي واحد اللي داعمك او لا دافعك او لا يوجهك او لا. انا كنقلب على راسي فين خصني نكون، شنو خصني ندير، شنو اللي ممكن يرضي الجمهور. ما عندكش غير اصدقاء ديالك يستشروا معاك تجلس معاهم ليكيب ديالك دابا مثلا؟ لا تنقصد الناس اللي واصله مثلا في الميدان يعني بشكل كبير بزاف. طلبتي المساعده شي واحد وخيب الظن ديالك بدون ذكر الاسماء طبعا. حنا ماشي الناس اللي كيعملوا البوز. وهذا جاربي العمل ما نذكروش الاسماء، ولكن هذا جاربي العمل وشيء متوقع جدا، وكنقولها لاي واحد بادئ انه ضروري. لكن واحد النقطه اخويا هشام اللي بغيت نشير لها هو انه كتلقى مثلا فنان واصل سواء في السينما او في التلفازه او في الغناء واصل، يعني راه داير سميتك وعندك سنوات، يمكن عمري انا كامل دوزتي انت غير فن وكيشد معك الضد اللي انت يلاه بادي عندك عام ولا عامين ولا 3 سنين في الفن. هذا هو السؤال اللي تنطرح انا، هو علاش؟ راه انت عندك رزقك وانا عندي رزقي، الا طلبتك باش تساعدني راه
بالعكس راه فخر ليا وليك انني واحد النهار نقدر نولي نجم مشهور ما تعرفش ربي شنو مخبي ليا. غتقول لهم بلي انا عاونته الارزاق والشطاره والاقدار الالهيه. هذاك الشيء اللي كاين. وانا بطبيعه الحال ما غاديش نذكر خير اي واحد اللي وقف معايا، راه غادي نذكرها واخا ندوز 30 عام ديال الحرفه كما كيقولوا. ضروري نقول بلي فلان راه ساعدني وغيكون لي شرف العظيم اكيد. انا وقع لك تيسير التمثيل مثلا؟ حنا عارفين التمثيل اغلب دائما ممثل معروف دائما كيشوف فيك بالنقص فعلا. وكتلقى في وسط التورناج وفي البلاطو كتلقى واحد الحسد وواحد الغيره وواحد الحقد وكيبغي يبدا يبينك بلي انت راك والو، بلي راه انت راه هذا مشكل كبير بزاف وما عرفتش. دوز التمثيل وكنعرف هذا الشيء للاسف مع الاسف. للاسف. وسيرتو الا كنتي كتشوف شي فنان قبل ما تدخل الفن وكتعطي واحد القيمه وكتحترمو عزيز عليك وكل شيء، كتكتشف شي حوايج في البلاطو ديال التصوير اللي كيخيب الظن ديالك كيصدمك. وشنو والحقره راه كاين حقره بزاف. حقره الناس الميدان مع بعضياتهم راه كاين هذا الشيء بطبيعه الحال. ربما وقبل كانت اكثر من دابا. شي واحد يقول انا قبل كانوا كيتعاونوا والله وصلتي عينك تمشي لك كيما اغنيه تكون بديتي دابا داخل تسجلها في الاستوديو ديالك ومن يدخل تسجل يقولوا كاع هي سجلها واحد قبل منك. كيفاش عملنا وياه اخي؟ كاينه في راحله بصح راحله عرفت الراحله سي محمد الحياني نعم فهمتي. راحله ما قالتش محمد الحياني حرقني محمود الإدريسي. يا سلام الله يرحم السي عبد السلام عامر كان كيعمل داك الشيء عاود مره بحال داك الشيء السيد مكاوي كيدير اغنيه كيعطيها ل10 الناس. العموم كنمشي غنيها سبحان الله مشي غني محمود الإدريسي وقال لي محمود الإدريسي هنايا في الراديو وقال ديالي كانت انا كندرب عليها. ومن بعد نمشي صافي النهار اللي مشي يدخل يسجلها قالوا له هي سجلها قبل منك سي محمد تعطاتو هذه ملي كفتي صاب سي عبد السلام ايوا صافي ما كتبش ما كتبش وصافي صافي ما كتبش ماشي من طابت من كتابه صافي الله يجعل البركه حيت كانت يمكن مع الاسف فلوس دارت هذاك الشيء. وهذه واحد النقطه مهمه هشام، هو انه دابا حاليا الفن كله لا كوميرسيال ولا كله بيع وشراء، سواء لا في التمثيل ولا في الغناء ولا بيع وشري، حتى في اخذ الادوار، حتى في اخذ الاسبقيه، حتى في اخذ البطولات، حتى في اخذ الاغاني كما قلت يعني بيع وشري. هاك عطيني ونعطيك. صحيح متفقين بانه كاين هاك وراء البيع والشراء في المجال الفني. طبعا كاينه. وبالنسبه للنقطه اللي كنتو كتهضروا عليها عنده الحق رضوان راه كيقول كيعرف في البدايه ديالو احتكاك ديالو في تجارب معينه خلاه يكون عنده هذا القناعه. هذا امر واقع. هذا هو امر واقع طبعا. ومن النقطه يعني اللي بغيت نشير لها حتى هي اننا في الدومين ديالنا كما قال انه ما كاينش مساعدات، ما كاينش لي من الاصدقاء ديالك. دابا انت كيفاش نتجتي هذه الاغنيه؟ صرفتي عليها من الفلوس، ربحتي منها الفلوس، واش صرفتي واش ربحتي؟ لا حنا دابا كنصرفوا ما كنربحوش. هذا هو المشكل اللي كاين. انا من مالي الخاص ما كنربحوش. يعني الاغاني كامله اللي كندير لي سينجل اللي كندير خصني نخلص لهم كلمات، الحان، استوديو، كليب، كلها من مالي الخاص. يعني خصني اساسا ما كاينش شركات انتاج اللي غادي يعاونوك باش انك تاخذ واحد الربح من خلال انتاج الالبوم ديالك مثلا، واحد بورسونتاج منين غتجيبو؟ عرفتي فين ممكن درباح الا كانوا عندك لي فيو بزاف داك الملايين. تخلص على من يوتيوب حتى لي فيو كيتشراو من يوتيوب فقط. انا والله ما كنعرف الا اغنيه تلاحت 3 ايام شافوها 2 مليون الناس، 2 مليونيريات كتلقى 10-20 مليون. راه تقدر يشوفها في ساعه يحط لك حتى 10 مليون الناس. علاش؟ لانك كتمشي تشري لي فيو من بين يعني الناس الاغلبيه راه ما كيشريو لي في باش كتبان له حقا راه ساعه في ساعتين اولا في نهار يومين واو جوج ثلاثه مع الاسف كيبوستيها في الفيسبوك واو الحمد لله. ما داكشي مشري. انا مشري كاين بوغ موا باش نمشي نشري انايا مثلا لي في باش يشوفوني الناس. انا كنفضل انني يشوفوني غير ديك 50,000 ولا 100,000 ديالي ديال بصح يشوفوني كافياني. صحيح. انا كان اسمح لي انا كنتصل بي واحد الصحفي وكان قال لي رضوان علاش ما كطلعش لي فيديو ديالك ووصل ل 100 مليون و200 مليون وما عرف شنو، راه هذه الطريقه كيفاش وكيفاش وكيفاش. قلت له انا ما بغيتش نشري الشهره وما بغيتش نشري الناس انهم يشوفوني. يعني بحال كتقول لي هكا فلوس واجي يشوفني، ما عندها حتى شي معنى. انا يشوفني 1000 و2000 والعمل الجاي يشوفني 4000 و5000 وانا غادي ونبني راسي براسي. اما باش نشري باش نتشاف وباش ندوز هنا وباش نمشي لهذا البرنامج ونحضر الحفله ما كاينلاش. صحيح. في لي في ممكن تربح الفلوس وعاد الحضور ديالك في سهرات وحفلات. ملي كتشوف يعني حقيقه الفنان هي في السهره ملي تشوفوا يعني
اون لايف ولا كتشوفوا تعرف حقيقته بعد تعرف حقيقته فوالا على مستوى الصوت طبعا ومستوى الاداء وكيفاش واش يعني عنده حضور مع الجمهور واش عنده قابليه صحيح. نعم شحال من واحد كيتفرج شي فرشه صحيح هنا ايوا على العموم هذا هو داخل في اطار الماركتينغ الا بغينا هذاك الشيء اللي ماشي بالضروري يكون صوتك واعر باش تكون فنان مشهور زعما شحال من الاصوات حنا دائما كناكدوها شحال من الاصوات ربما كبيره بزاف وضايعه وشحال من الاصوات داك الشيء حدو معزي صوت معزي ولكن غادي تبارك الله يدخل للساحه فاتحا ويخرج منها غانما فاتحا بالجمهور وغانما بالاموال اذا ماشي الامور. شنو نسمعوا من نسمعوا الاغنيه الاولانيه اللي عملتيها لعب العشره مرحبا يلا من هذو لاعبين علينا العشره ياك الناس هو بزاف والله يديهم حتى يديهم ويجيو شي ناس اخرين. واحد النقطه اخويا هشام هو انه كنقولوا ما كاينش دعم ماشي 100%. انا ما ننساش باللي السي احمد بوعروه والاستاذه جميله برجي بن عيسى قدموا لي يد المساعده فتحوا لي بابهم فتحوا لي البلاطو فين نقدر نبين الموهبه ديالي بينوني الناس وانا عمرني ما غادي ننسى هذا الخير باش ما نقولوش يعني ما ندويش بصوره عامه صحيح ما نهضروش حنا نهضروا على العموم يعني كاينين القلائل صراحه اللي يقدر مثلا يعاونك يعني ماشي ماديا طبعا ولو غير معنويا يقول لك مثلا برافو صوتك رائع وهذا ماشي نشوف فيك زعما هي هذا ماشي بغي يدعو يغني حدانا هنا يبدا يمثل حدانا هنا وراه كتلقى المساعدات يعني بحال هكا من الناس اللي ماشي في الدومين كاع لان اللي في الدومين ولو يكونوا صحابك يعني قراب بزاف كتكون منافسه كيعرفوك ما يوريكش كتكون منافسه ما يوريكش. اول من يعاونك لوجه الله هما الوالدين ديالك تيقول لك خوك في الحرف عدوك هذوك رضا الوالدين رضا الوالدين هي اهم حاجه صحيح والحمد لله حنا ما بغيناش نطيروا نوصلوا بشويه علينا دقه ما زربانينش اللي زربوا ماتوا فوالا جات من عند الله مرحبا بها والشهره ديال كنعس كنفقي القراصي مشهور ما عندي ما ندير بها اهم حاجه عندي هو ان الجمهور مثلا راضي عليا ومتبعني واخا بشويه غادي معايا وفرحان بيا وكيوصلوني رسائل ديالهم صافي الله يجعل بارك والله العظيم انا قانعه بهذا الشيء والله العظيم حيت الا بغى ربي يوصلك راه غيوصلك بغيتي تبقاي هكذا انا مهم حمد الله وشاكره قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع راه هادشي راه في واحد اللحظه يمشيو راه بداو كيتصافوا طبعا شويه بشويه هما 7 ايام ديال الشماش دغيا كطير ولكن على العموم تحيه للجميع اكيد فعلا نعم كل واحد هو كيعاود ضرب شي مشي يعاود راجع لانه اساسا ما بنيش على الرحمه وامنا التعلق للجميع. يلا نسمعوا لعبه العشره يلا بصوت رضوان بوعلى مستمعينا الكرام. راني نبغيها ومعلق بيها قلبي مازال بيها حيران راني نبغيها ونموت عليها في الليل سهران نتخيل فيها راني نبغيها ومعلق بيها قلبي مازال بيها حيران يا بنتي يا وردة روح ليكي كاتبة في مخف كتقال لساني تهرب ليا هدرة حبك كله محنة شفتك فيا جنة لقيت فيك راحتي وعذابي حنك شوية وعلاش هادشي اللي فيك وعلاش هادشي اللي فيك وانتي مازال باقا صغيرة وعلاش هادشي اللي فيك وعلاش هادشي اللي درتي وانا مازال راني نبغيها ومعلق بيها قلبي مازال بيها حيران راني نبغيها ونموت عليها في الليل سهران نتخيل فيها راني نبغيها ومعلق بيها قلبي مازال بيها حيران راني نبغيها ونموت عليها في الليل سهران نتخيل فيها نتفكرك بعد اوقات نتمنى نكون احلام وشي صورتك في خيالي نتمنى نعيش معاك كل جهد ندير عليك حتى حياتي بين يديك تعرف عينك يا غزالي وانتي لعبة العشرة
وعلاش هادشي اللي فيك وعلاش يبكي اللي فيك وانتي مازال باقا صغيرة وعلاش يبكي اللي فيك وعلاش هادشي اللي درتي وانا مازال راني نبغيها ومعلق بيها قلبي مازال بيها حيران راني نبغيها ونموت عليها في الليل سهران نتخيل فيها راني نبغيها ومعلق بيها قلبي مازال بيها حيران راني نبغيها ونموت عليها في الليل سهران نتخيل فيها راني نبغيها ومعلق بيها قلبي مازال بيها حيران راني نبغيها ونموت عليها في الليل سهران نتخيل فيها. لعب العشرة مستمعينا الكرام، أغنية رضوان بوعلام اللي مشرفنا في هذا العدم الجلسة فنية إلى جانب جوليا. تحية لكم مستمعينا الكرام فين ما كنتوا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن وانتم كتسمعونا على www.medradio.ma. وتحية المخرجة ديالنا عايدة الشرادي اللي معنا في هذه الحلقة. رضوان من بعد هذه الأغنية هذه فوقاش عملتي هذه في 2015 بداية 2015. وولادي فوقاش صورتي ولادي؟ في نفس العام. في نفس العام مورا الأغنية. تدخل في 2015 بديتي؟ وي. نعم. فين جبر راسك التمثيل؟ خاصك تمشي في التمثيل أو خاصك تمشي في الغناء ولا الله يسمح لنا راه كاين شي ناس راه كيغنيو وكيمثلوا ما هم لا في الغناء لا في التمثيل. أنا كنلقى راسي في التمثيل أكثر. كيدوزوا في التلفزيون بزاف للأسف. للأسف. كيأسفني كيعذبني داك الشيء ملي كنتفرج. صح. وكياخذوا أدوار اللي ممكن تعطى لا تمثيل ولا كياخذوا ادوار اللي ممكن تعطى الفنان اللي فعلا اللي يعطيو في ذاك الدور مزيان واللي يوصلوا الميساج مزيان. ولكن مع الاسف كما قلت لك التجاره بيع وشراء غنجيبك انت باش تطلع عليه العمل وصافي وخذ الدور اللي بغيتي وكاشي اللي بغيتي ومصالح. وربما انت ملي غتجي تمثل بالطوموبيله ديالك غتجيب الحوايج ديالك مزيانين وغتجيب هادشي وهادي غتهنيني من هادشي اللي صار الكوستيم وهذا حتى الماكياج كيجيبوا معاهم وكل شيء فهمتي ما يخسر والو. يمكن الماكياج كيكون احسن من الماكياج فعلا. هذا للاسف كاين هادشي. نعيط لهاد الممثله حيت عندها الماكياج ديالها مزيان غتعاوننا حيت عندها الطوموبيله واعره غنصوروا بها واحد اللقطات حيت عندها الدار مزيونه غتعطينا نصوروا بها واحد 7 المشاهد ونرخصوا بارك الله يخلف وفهمتي ودا تغني عاوش تغني لنا الجينيريك وتهنينا السوق وهذه واش الله يجعل بركه احنا مزيانين كلشي حنا رابحين. على العموم انتاجات كثيره في المغرب بهذا التوجه وهادشي لا يخفى لن نخفي الشمس بالغربال كما يقولون. كيف جات التجربه مع السي احمد بوعروه والمخرجه جميله بورجي؟ كنوجه لهم تحيه من خلال هذا المنبر هذا وتنقول لهم. كيف جات المشاركه ديالك معهم؟ المشاركه كانت زوينه بزاف. كانت اول حاجه كان اول عمل عندي معاهم هو ولادي لجانب سعد المسكر كنوجه ليه تا تحيه با سعيد فعلا. وكانت تجربه جميله بزاف وتعاملهم معايا خصوصا انني اول تجربه ليا معاهم يعني كانت جميله بزاف ما كنتش كنتوقعها صراحه. كيعاملوك على اساس بحال انت راك قديم بزاف في الميدان وكيعرفوك وهذا وكيعطوك القيمه ديالك كما يجب. من بعد اشتغلت معهم في برنامج الحبيبه امي اللي داز على القناه الثانيه وعندي معهم الجزء الاول ولا الجزء الثاني؟ الجزء الاول وان شاء الله كاين الجزء الثاني اللي غيكون في هذه الاسابيع الجايه ان شاء الله. حلقه تكون ان شاء الله مميزه. كتمنوا الحلقه ديالك صورتيها؟ نعم صورتها الحلقه. واش غدوز؟ من بعد 15 يوم يعني هاد الليله والليله الاخر ان شاء الله. كنتمنى ان المستمعين يتفرجوا فيها غتكون حلقه مميزه. شوفوا لنا السي رضوان بوعلام في هذه الحلقه وما تدعيوش فيها راني مسخوط الوالدين. لا جيتي مسخوط الوالدين ديما مسخوط الوالدين في الحبيبه امي. داك ماشي حاسب كاين العصا وما كاين غير الله دار العجزه. صعيبه القضيه راه كيكرهك المشاهد هو كيتيق المشاهد. كاين اللي تيتيق صراحه كاين شحال تعرضت لهذا الموقف هذا انا بزاف. ايوا نهار اللي هذيك كنبقاو يشوفوك في ذاك الادوار حنا سبحان الله الا كاين واحد شي ممثلات مني بداو خادمات في شي هاديه هما خادمات والله العظيم ما طورش. نعم انا بتجربتي البسيطه جدا عندي الحمد لله اختلاف في الادوار يعني مثلا في ولادي ماشي هو اللي في الحبيبه امي ماشي هو اللي في مسلسل نوار ان شاء الله اللي غادي يكون في رمضان يعني كاين اختلاف في الادوار. تصور شحال هذه نوار تصور وتاجل لرمضان ان شاء الله غادي يكون هادشي اللي عارفين حاليا. وكاين هو مسلسل رائع بزاف قصه رائعه بزاف كاستينغ
يعني مزيان ممتاز. وكان لي الشرف انني نشتغل مع بزاف ديال الفنانه بحال المنياري، سي المنياري، لبنى شكلاط، نبيله حرفان، مجموعه من الفنانه الكبار اللي لي الشرف انني نوقف حداهم. نعم بالتاكيد. انا نشوفوا فرجه اسمها نواره قريبا ان شاء الله. هو التوفيق للقلب المجروح. بالتوفيق اكيد للجميع. نعم تماك المجروح راه كاين، واش القلب ولا لا، المهم زعما شي حاجه نتمناو بالتوفيق لل عرفتي علاش درت طمن قلبي. نعم. فهمتي القلب مجروح ان شاء الله القلب مجروح. نطمئنوه. شنو تغني لنا جوليا الكابيلا مباشره في هذه الحلقه المستمعين ديالنا؟ نعرفك الجانب ما هو طرابي اكذب عليك وغاب علينا الهلال وفي الدب كاللبنانيه ما نعود لك شي، ولكن انت في الراي مزيانه، والراي راه بدا كيقيسنا في هاد اليومين، عاود بدا كيزنزلنا المشاعر. فهمتي كيفاش هذايا؟ شنو سمعنا من شي حاجه ديال الراي؟ اغنيه الشاب عقيل الله يرحمه مازال يلا على بركه الله. الكابيلا مازال للراحل عقيل بصوت جوليا اللي معنا في جلسه فنيه. سالوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها، الا راهي مغبونه ولا مهانيه ولا مازالها تجبد عليا ولا خلاص راهي ناسيه. ما تحكولهاش شي صاري بيا باللي نبكي كي نتوحشها، باش الا ولات لي سي طادر تبغيني سي با باسكو شفيتها. ومازال عشقك في البال، ننساك محال يلي نسيتينا. إلى طوالت العمار حكمت القدار، بالك شي نهار جيت تحوصي علينا. حياتي بلا بيك غبينا، معيشة مرة ميزيرية، وتقول ربي خلقك غينتيا بريزيتيني مين مشيت عليا، حنانتك مازال فيا في طافي ولا حقرو واللي ليا ومازال عشقك في البال، ننساك محال يلي نسيتينا. إلى طوالت العمار حكمت القدار، بالك شي نهار جيت تحوصي علينا. يا سلام. واخا صوتي مريض. واش بغيت نسقسيك الله يرحمك، سمعوني صوتي مريض، واش صوتك هيدا من عند الله او لا البحه هيدا؟ لا البحه كاينه، ولكن خير هو الروح فوالا ضربني البرد. ضربني البرد باش القراف شويه ما في القراف. كنتي مزيانه صراحه. هي هذيك تبارك الله. كنتي لا قبلوا عليا صراحه. تحيه لك جوليا، بالتوفيق دائما يا رب العالمين. شنو سمعنا انت بصوتك اخي رضوان؟ لما نشكي حالي. يلا تحيه لسعد المجرد، الله يطلق سراحه يا رب العالمين. ما عندناش شي حاجه نقولوها من غير الله يطلق سراحه. هذاك الشيء اللي كاين، عندناش شي حاجه خلا فراغ كبير صراحه. الكرام الله يطلق سراحه، قلوبنا معاه. امين. لما نشكي حالي اللي شغلتي بالي، نبات سهران ليالي نفكر فيك. لما نشكي حالي اللي شغلتي بالي، نبات سهران ليالي نفكر فيك. نجوم الليل والقمر يحكوا ما بيا، حتى قلبي راح يهدر ويشكي عليا. مازال لي طامع حبك، مازال عذبني غرامك، غنيت موال خايف البعد يخلي حالي حال، خايف البعد
يخلي حالي حال. الله بارك عليا. تبارك الله عليك. البرد دار فينا حال. لا تبارك الله عليك. تبارك الله تحيه لسعد مجرد، تحيه لسعد مجرد. كنتمنى كاينه لاباز اخي. شويه وصافي. تعرف شويه وصافي. في المستقبل تختار الاغاني اللي تمشي مع صوتك واللي يمشي التوجه الموسيقي ديالك والاسلوب. ما كنعملش لجنه التحكيم هنايا. لا بالعكس، الراي ديالك كيهمني وانت راك فنان اكيد قبل كل شيء. كلمه من صديق لصديقه. فهنا ولي الشرف. يد المساعده، حنا مستعدين هنا نقدموا لك يد المساعده الله يخطيك بما لنا من امكانيات اعلاميه. امنا ان شاء الله نشوفك دائما متالق اخي رضوان. ونسمعوا اغنيه نديرك امور. نديرك امور طبعا صافي بليزير. وصافي بليزير شفناكم هذا النهار. نعم. هذه الاغنيه شاب نصرو. شاب نصرو عملتيها روبريز، عاودتيها درتها روبريز في بروكسل في استوديو بلاتينوم اللي كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر، وتحيه كبيره لارونجور مراد ماجود اللي عاود عمل لها التوزيع ديالها واللي كانت طبعا الفكره ديالو. صورتيها فيديو كليب بطريقه عجيبه وغريبه. جينا وقفوا والكلام دا يسحدك. هذيك يعني حنا بغينا طبعا الفكره ديال المخرج انوار المير كانت الفكره ديالو حلوة. جديده. انه تكون بطريقه جديده واللي يعني ما مداولاش بزاف، واللي درناها طبعا هي في استوديو بلاتينوم في لي فون فيغ ديالهم. وكانت تجربه بصراحه. انت اختارتي الاغنيه ولا ما اختاروها لك؟ الاختيار طبعا كان ديال مراد ماجود اللي كانوا جا لي التحيه وانا عجبتني الفكره باسكو عمرني ما درت في ريبريز ديال شاب نصرو او لا شاب حسني او لا هذا. هذه من بين اغاني اللي طبعا كانت تعجبني وكانت تعجب حتى يعني المستمعين للجيل اللي كان ولا الجيل هذا، يعني كانت ضروري مخليه ذكريات في كل صحيح. صحيح انا ملي سمعتها ردتني شي ايام مزيونه ونوستالجيا مزيونه. غنسمعوا نديرك امور مستمعينا الكرام. هذه واحده من روائع الشاب نصرو، غنسمعوا بصوت جوليا اللي معنا اليوم في جلسه فنيه. نديرك امور صافي بليزير تنا عمري ماذا بيا من لا غلط سي با فاسيل عندي واحد عزيز عليا. نديرك امور صافي بليزير انا عمري ماذا بيا من لا غلا سي با فاسيل عندي واحد عزيز عليا. رايح ولا يحكمني عاك انت يا ولد يحسن عوني واعذرني في طبيعة يغير عليا. سايف ولا يحكمني معاك انت يا ولد يحسن عوني واعذرني طبيعة غير عليا. نديرك امور صافي بليزير تنا عمري ماذا بيا من لا غلط سي با فاسيل عندي واحد عزيز عليا. وين كنتي غايب هذا شحال قاعد الزين سيدي ربي
بكيتني جرحتي قلبي قال غيرك أمور صفي بليزين حتى أنا عمري ماذا بيا من لا غلا سي با فاسيل عندي واحد عزيز عليا نديرك أمور تلك أمور مستمعينا الكرام، أغنية جميلة لا يمكن أحسن بكثير من غناموا لها. على العموم هذه إحساسي كنقول دابا نقولها لك جوليا مستمعينا الكرام هي نصروا هي نصروا الله ينصروا. تسمعنا بصوت جوليا مستمعينا الكرام. بالتاكيد مجموعه من الناس معنا في الاستماع غيردكم ضرتكم هذه الاغنيه، واحد نوستالجي مزيونه سونتيمونتال اغاني الراي ملي كان الراي على حقه وطريقه. مستمعينا الكرام بقناش الوقت بزاف، اخر كلمه تقولها وشنو كتوجد دابا جوليا؟ كنشكركم طبعا الاخ هشام في شخصك والمخرجه طبعا عايده الغزاله عايده، وكنشكر ميد راديو شكرا على الاستضافه. وكنبغي نوجه تحيه للعائله ديالي طبعا البقالي وعائله سولي هذول كاين اللي في تازه وكاين اللي في الشاوان وكاين اللي في وزان هي شي اللي هضر ضمانه هي شي لا الشرفه وصافي فوالا. وطبعا كنوجه تحيه كبيره نقولوا في الشاون البقالين الشرفه الوالده ديالي شريفه ايوا ما نقولوش نقول الشريفه البقاليه نقولوا الشغيفه البقاليه الشغيفه البقاليه كنوجه تحيه طبعا للجمهور اللي كيحب الفنانه جوليا. اللي بغى يتبعك دابا فين يشوفك جوليا؟ عندي القناه ديالي على اليوتيوب، وعندي الفيسبوك ديالي اللي هي جوليا كوثر جوليا التسولي، والصفحه ديالي جوليا التسولي، والصفحه ديالي الفنانه جوليا باللغه العربيه. يعني اسهل حاجه هي الفنانه جوليا باللغه العربيه، راه غادي اولا جوليا المغربيه على اليوتيوب ويسمعوا مجموعه من الاغاني طبعا كل شيء، ولا السهرات ديالي ولا الحفلات ديالي اللي كنقوم بهم لا في داخل ارض الوطن ولا في خارج ارض الوطن. وكان طبعا وجه تحيه لجميع الافهام ديالي اللي متبعيني على الفيسبوك او على الهاتف او على يعني ميد راديو، مستمعين ميد راديو طبعا. وكنقول لهم كنحبكم بزاف وشكرا على تشجيعاتكم الدائمه، وان شاء الله انتظروا الجديد ديالي. عندي اغنيه ديال الخاين بعنوان الخاين، وعندي اغنيه نساني واغنيه مغربيه ان شاء الله وطنيه حتى هي اللي كنحضر لها مع استوديو بلاتينيوم في بروكسل. وكنقول لهم انتظروا الجديد ديالي، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. شنو من بعد طمن قلبي اللي غنختموا بها هذا الحلقه؟ شنو غيوجد وشنو غتصور من اعمال خيا رضوان؟ حاليا كما قلت كاين برنامج الحبيبه امي اللي غادي يدوز قريبا على القناه الثانيه، حلقه مميزه ان شاء الله كنتمنى الاعجاب ديال الجمهور. كاين مسلسل النواره كما قلت في رمضان ان شاء الله. كاين اغنيه جديده باللهجه الخليجيه عاوتاني الانفتاح ديالك على مختلف الانفتاح على مختلف اللهجات وهذا. وهذا الشيء اللي كاين هذه الساعه بعض افلام قصيره ان شاء الله اللي كاينه مستقبلا غادي نخدمها حتى هي مع مختلف الشباب المخرجين شباب اللي صاعدين دابا. وهذا الشيء اللي كاين هذه الساعه. هذه الاغنيه طمن قلبي اللي غنختموا بها مع من تعاملتي فيها؟ تعاملت مع الملحن المصري صلاح نصر اللي كنوجه ليه التحيه حتى هو. كتابه الكلمات وتوزيع حماميدو شاب حماميدو اللي خدمت معه في الاغنيه الاولى العام 10. هادشي اللي كاين. اغنيه مصريه يعني قلنا كما سبقت وقلت بغينا نفتحوا شويه على اغنيه مصريه بصوت مغربي، صوت مغربي بوعلام كاين. نعم نشوفوها في الا بغينا نشوفوك فين؟ في اليوتيوب، في الفيسبوك؟ كاين في اليوتيوب، في الفيسبوك عندي باج فيسبوك رضوان بوعلام، لاشين ديالي في اليوتيوب رضوان بوعلام. هادشي اللي كاين هاد الساعه. وكنتمنى ان الناس يعني ان هاد الاعمال تنال اعجاب الناس اللي كيسمعوا لينا اكيد ان شاء الله. تحيه لك بالتوفيق، نتمنى لك حياه موفقه دائما، مسيره موفقه جوليا على المستوى الشخصي، المستوى العملي، المستوى الفني. سلامنا الاسره الكريمه، نتمنى لك حظ موفق خير رضوان بوعلام.
بكل الاراده وبكل الطموح ان شاء الله توصل اخي رضوان، وامن يوضع طريقكم اولاد الحلال يقدم لكم يد المساعده ان شاء الله. البدايه صعيبه بالتاكيد، امنا يزي الله ايامكم والانطلاقه تكون حتى لو كانت بطيئه ان شاء الله تسرع اكثر وتكونوا من الاسماء المهمه ان شاء الله في الساحه الفنيه الوطنيه ولما لا العربيه كذلك. كنودعكم مستمعينا الكرام على امل اللقاء بكم الاسبوع المقبل دائما في جلسه فنيه ودائما على ميد راديو. مره اخرى شكرا جوليا كنت بشكل شكرا عايده اللي كتبعنا في الاخراج. بطمن قلبي والله يطمن القلوب ديالكم مستمعينا الكرام. ليلتكم سعيده في امان الله.